السلام عليكم طلاب سينيور 3 في كل الجمهورية، الشعب الأدبية، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وكويسين. الفيديو المنتظر فيديو حل الامتحان بالآلة الحاسبة. إن شاء الله الفيديو ده يضمن لك 30 درجة، سواء طلبة اللغات أو سواء طلبة العربي اللي عمالين يبعتوا لنا عايزين فيديو الآلة الحاسبة هم كمان. فالفيديو ده إن شاء الله متقسم لجزء، أول جزء كده طلبة اللغات إزاي تحل الامتحان بالآلة الحاسبة، فالأسئلة تبقى بالإنجليزي. وبعد كده هنخليه لطلبه العربي، فالاسئله هتبقى ايه؟ بالعربي. فان شاء الله في الفيديو ده تضمن لك 30 درجه. يعني ايه 30 درجه؟ يعني نص الامتحان بالاله الحاسبه، اللي هو ايه؟ شابتر 5 باذن الله كله بالكالكوليتر، وشابتر 4 كمان نصه بالكالكوليتر، وفي بقى كده كام خطوه هنا على كام خطوه هنا، فان شاء الله تضمن لك نص الامتحان. ركز كده معايا، كل خطوه بنعملها يا ريت تقلدني بعدها وانت قافل الفيديو، علشان لازم يعني ايه تطبق عليها عشان لما تروح الامتحان ما تنساهاش. فاكتب ورايا كده، الاله معاك، الاسئله دي كود معاك علشان تعرف تحل كل الاسئله دي بالكالكوليتر. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا رجاله. حضرتك دلوقتي كلامي لطلبه طبعا اللغات. اول حاجه تطمن الكالكوليتر المنظر اللي انت شايفه ده، او اللي لونها اسود، او اللي لونها اسود دي كده، او لونها اسود نفس المنظر. اطمن على ايه؟ اطمن ان سولف موجوده بالذهبي، اطمن ان ايكوال موجوده بالاحمر، اطمن ان في اكس، اطمن ان لما ادوس مود الاقي كلمه ستات. ماشي. طب تعالى كده، اولا قبل ما نخش في المنهج عايز اعمل لك حاجه انور لك فيها مخك. طبعا انت لو عارفها اعمل سكيب. ايه هي؟ لو قال لي 2x minus 10 يساوي 8، مستر عايز الاكس. ايه ده؟ ما سهله قوي يا مستر، هودي ال 10 الناحيه الثانيه واعمل ديفايد 2. لا يا حبيبي، انا عايز بس ااكد لك على حاجه بسيطه قوي، ان انت ازاي بتحلها شيفت سولف بالاله الحاسبه، عشان احنا اصلا هنحل بالاله الحاسبه النهارده. طيب فهعمل ايه؟ اولا هدوس 2 عادي جدا، عادي جدا. الاكس دي بتداس ازاي؟ دور على الاكس كده، هي موجوده اهي، اهي. يبقى الفا اكس ماينس كام؟ 10. عايز اعمل علامه الايكوال دي، ما بتبقاش الايكوال دي يا رجاله، بتبقى الايكوال دي اللي هي الفا كالك، اهي كالك اهي، اسمها شيفت سولف او شيفت كالك، عشان لما بقعد اقولها في الايه، في الاسئله زمان، وبقعد اقولها واحنا بنحل دلوقتي، وبكره هقعد اقولها في اللايف. ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى شيفت ايه؟ قبل شيفت لو دوست ايكوال بلح، ماس ايرور. طب انا يا مستر انا عايز احلها مش عايز بلح. دوس كده علامه الشمال، بتداس ازاي يا مستر؟ شيفت سولف او شيفت كالك، تطلع كده 144 يا مستر. ازاي الاكس 140 يا عم؟ اتقال. دوس بقى ايكوال للزا بتاعتك، اوبا طلع لي بتسعه. يعني الاكس بكام؟ بتسعه فعلا. تعال اقول لك ازاي. ما انت لو اديت 2 الناحيه الثانيه يبقى 2 اكس ايكوال 18، يبقى الاكس ايكوال 9. فعلا صح. ده اللي انت عايز تقوله يا مستر في الاول. طبعا الفيديو مش كله يعني مش هيبقى كده، بس في الاول لازم تكون عارف ازاي بعمل شيفت سولف او شيفت كالك، عشان لما اقعد اقولها. دي الايه؟ دي الحاجات اللي بالتجربه، او يعني اللي في المجهول، طالما فيها مجهول. انت بيبقى عندك 4 اختيارات، فانت ممكن تجرب. هتلاقي مثلا الاكس ب 2، اكس ب 3، الاكس ب 9، الاكس ب 8. ممكن تجرب تجيب الاكس ب 9 اللي يطلع لك الرقم ده يبقى صح. ماشي. تعال نبدا بقى في المنهج بتاعنا. يلا نبدا في المنهج بتاعنا. ايه اللي بعده؟ عايز احل بس ده الاول كده، بعد كده ارجع للي فوق. حضرتك ده ايه ده؟ انا كده دلوقتي يا شباب لغايه العربي هيبقى هتلاقي متقسم تحت كده بعد مثلا نص الوقت او حاجه. طيب حضرتك عايز احل السؤال ده، ماشي يا رجاله؟ ماشي. ده لو جالك في التشويسز فانت ممكن تعمل جدول وتقعد تعمل جدول وتعيش وبتاع، بس عندنا الاله الحاسبه خلاص في ثواني. احفظ مود ستات، انهي واحده فيهم؟ رقم 2. يبقى مود ستات رقم 2. ستات دي في بعض الالات تطلع رقم 3، وستات ممكن تبقى بعض الالات رقم 5، بس رقم 2 دي ثابته. يبقى تاني يا مستر معلش، مود ستات اللي هي رقم 3 عندي، ثم رقم 2 اللي هي A بلس بي اكس. تمام. دوست رقم 2 اهو، طلع لي اكس وواي. تعال ننقل بقى يا ريس. الاكس ادي 1، دوسنا ايكوال 2، دوسنا ايكوال 3، دوسنا ايكوال 4، دوسنا ايكوال. عايز اروح عند الواي يا شباب، يلا بينا نروح عند الواي. مشيت يمين وطلعت فوق عادي بقى بلعب اهو، بلعب بالزراير. عايز اكتب الواي 2 3 4 5، يبقى 2 3 4 5. كتبنا الحاجات، الداتا اتحطت، عملنا انبوت للداتا، دوس اي سي. ايه ده مستر اتمسحت؟ يا حبيب قلبي اصبر. مسحتها وانا مطمن ليه ان هي ما اتمسحتش، ان في صفر هنا، فانا تمام قشطه. ارجع لها بقى ازاي؟ اسمع، شيفت 1. اشمعنى 1؟ عشان في كلمه ستات بالذهبي، فشيفت 1. انا بتكلم على ايه؟ ده حاجه اسمها الريجريشن لاين ايكويشن، اللي هو في شابتر 1، اللي هو في حاجه اسمها الكورليشن، فحرف ايه؟ الريجريشن رقم 5. عايز ايه ولا بي ولا ار؟
لا يا مستر ده انا عايز الار، مش هو عايز بيرسون كورليشن؟ اللي هو الار، رحت رايس 3 دوسنا ايكوال طلع لي بواحد، يبقى الاجابه 1. تاني انا عملت ايه هنا؟ انا هكتبها لك اهو، دوست مود ستات ماشي، دوست رقم 2 اللي هو A بلس بي اكس، دي اللي هي يا مستر اللي هي الواي يا حبيب قلبي، اللي هو الريليشن لاين ايكويشن، ثم دوست A سي، دوست A سي عشان خلاص لا طلع لي الجدول، رحت كاتب الجدول ثم دوست A سي. بعد ما دوست A سي دوست شيفت 1، شيفت ايه؟ شيفت 1. حلو. بعد ما دوست شيفت 1 عملت ايه؟ طلع لك شيفت 1 طلع لك كذا حاجه، هدوس على ريجريشن اللي هي ريجريشن لاين ايكويشن، ثم انا عايز الار، فانت هتدوس الار. طب انت عايز الاي بلس البي اكس، عايز الاي بلس البي اكس، عايز الايه؟ هدوس ايه، عايز البي هدوس بي، اللي انت عايزه بقى، دوس ايكوال طلع لي الرقم. شكرا شكرا. عايز تعملها بالجدول اعملها عادي. يلا بينا على اللي هو ايه اللي كان فوق عندنا. قال لحضرتك السؤال ده مهم قوي، بيجي لك في الامتحان، احله ازاي يا مستر؟ طبعا انت ايه، خلاص انت ستات، فانت بترجع بقى الاول مود 1، مود 1 بعد كل سؤال ترجع مود 1 عشان تطمن. قال لحضرتك انا معايا ال N 40 ومعايا سمشن واي ب 100 سمشن اكس ب 120، عايز من حضرتك الام. مستر الام دي موجوده مكانها في البي بس انت مش هتعرف تحسبها، فقال لك ايه؟ ان الاي ده معايا، ده الاي ده يا شباب، ده الاي، فالاي قانونه في المفاهيم، قانون اهو، ده قانونه في المفاهيم، الاي ب 0.7 يساوي سمشن الواي ب 100 ماينس البي مش عارف اللي هو ام تايمز سمشن الاكس اللي هو 120 على ان اللي هو 40. يلا عايز احسبها، تعالى يا ريس، عندي مجهول يا باشوات، عندي مجهول يبقى 0.7، عايز اعمل علامه الايكوال الفا كالك، عملت علامه الايكوال فراكشن، عايز اكتب فوق بقى يبقى 100 ماينس عندي مجهول يبقى هسميه اكس اللي هي الفا اكس، الفا اكس تايمز 120 على 40. اوعى تدوس ايكوال، امال ادوس ايه؟ شيفت كالك ايكوال 0.6، رحت مختار 0.6، والسؤال ده جاي لك في الامتحان حله بالاله الحاسبه في كلمه الا كلمه. تمام يا مستر. تعالى بقى ننزل اللي تحت اهو، عايز من حضرتك 2 بوينتس سلوب على طول، سلوب على طول، يبقى 2 بوينتس سلوب، قال لك ان هو بيرفكت دايركت، يبقى القانون انت عارفه واي 2 ماينس واي 1، خلي بالك انا براجع لك المنهج يعتبر، هو احنا عمالين نحل براجع لك المنهج، بيرفكت دايركت يعني واحد. طيب عايز احل، قال لي سيادتك 15، طبعا انت عندك ده كده اكس 1 اكس 2 واي 1 واي ايه 2، يعني 6 ماينس ام على 9 ماينس 15 يساوي 1. يلا بينا على الكالكليتر، دوست على الفراكشن 6 ماينس مجهول على 9 ماينس 15 يساوي 1، شيفت كالك ايكوال طلع ب 12، اخترنا ال 12. شكرا يا حبيب قلبي، ايه الحلاوه دي، الجمال ده يا حبيبي اللي انت ايه تحله في شابتر 1 بالاله. وطبعا في حاجات تانية كتير قوي، في حاجات تانية كتير قوي، انت كله بالاله اصلا، انت بتعوض بالاله اساسا، بس انا بتكلم عن الحاجات اللي هي ايه ممكن تجي لك يعني اللي هو تحلها في ثانيه الا ثانيه بالاله. طيب مستر شابتر 4، شابتر 4 يا حبيب قلبي سؤال من الاسئله المهمه اللي لازم هتجيلك. طيب حضرتك هنا بص بركز معايا، هنا الكي دي مجهوله، الكي دي مالها مجهوله يا مستر، مجهوله، فانت اعرف ان انت تعمل حاجه اسمها جرب، في المجهول بجرب لحد اما يطلع لي واحد، ده انت هتحلها في ثانيه ثانيه. بص كده، اول ما تلاقي المنظر ده لازم ادوس على المنظر ده، تاني تاني تاني، اول ما تلاقي المنظر ده، المنظر ده لازم ادوس على الزرار ده، الزرار ده اللي هو فين اهو يا مستر، الزرار بص بص مكتوب فين؟ جنب الكالك اهو. طلع لي ايه يا حبيب قلبي؟ طلع لي مربع هنا، مربع تحت، مربع ايه فوق. حلو حلو ماشي حلو. حضرتك هنا عايز بس لون احمر معلش، هنا بكتب المعادله اللي هو مديها لي، هنا بكتب الرقم القليل او الصغير،
هنا بكتب الرقم الكبير. ماشي ماشي، يعني هنا يا رجاله المعادله هي يا مستر زي ما هي تتكتب. طيب سيبها دلوقتي هنشوف هنكتبها ازاي. بس الرقم الصغير نيجاتيف 3 تحت نيجاتيف 3 فوق ايه 3 متفقين. ماشي. المعادله بقى ركز معايا. المعادله هي 1 على كي اكس بلس 3. صح صح. قال لحضرتي حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ الاكس تتكتب زي ما هي اكس. الاكس تتكتب زي ما هي اكس. طب الكي حبيب قلبي، الكي دي اللي هي جرب، مش ده مجهول؟ طب مستر شيفت سولف ولا شيفت كالك؟ لا 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 لا. طب مستر معلش حلها لي معلش بعد اذنك حلها. تعال انا دلوقتي هنا دوست اهو الزرار. فين الزرار يا مستر تاني عشان الناس اللي بتتلخبط؟ الزرار اهو. هنا هكتب المعادله تحت الرقم الصغير فوق الرقم الكبير. فالمعادله بتكتب ازاي؟ 1 ده بالظبط على ايه هو الكي؟ جرب. فانا هجرب ال 18. هجرب معلش جرب ال 16. تعال نجرب ال 16. رحت عامل 16 تحت، مشيت يمين، قال لي افتح براكت فتحت براكت، قال لي اعمل اكس عملت الاكس، الفا اكس زائد 3 قفلنا الايه؟ البراكت. دوست يمين نزل لي تحت اهو. بص نزل لي تحت. هكتب نيجاتيف 3 تحت. هدوس يمين طلع لي ايه؟ فوق. هدوس 3 دوست ايكوال. بسم الله الرحمن الرحيم 9 على 8. هل الاجابه دي صح؟ لا. يبقى 16 دي غلط. طيب هروح اجرب 18. الناس بقى اللي سرحانه، انا جربت 16 في الاول عشان انا عارف انها هتطلع غلط. فهجرب 18. مسحت ال 16 كتبت 18. بسم الله الرحمن الرحيم دوست ايكوال. طلعت 1. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه. سهله. جايه لك في الامتحان بعد بكره. جايه لك اهو. اديني قلت اهو. اللي بعده قال لحضرتك ايه بقى؟ قال لحضرتك تاني مجهول. حلو مجهول. فهعمل ايه؟ هدوس على الزرار. هدوس على الزرار. هكتب هنا 2 اكس زائد الكي على 24. تحت بكتب الرقم الصغير اللي هو 1. فوق بكتب الرقم الكبير اللي هو 4. لازم تطلع كام؟ 1. لازم الناتج يطلع 1. لازم الناتج يطلع 1. طب والكي دي بتعمل فيها ايه يا مستر؟ الكي دي يا حبيب قلبي جرب. طب تعال دوست الزرار اهو كتبناه. هعمل الفراكشن 2 اكس. اكس فين الاكس اهو؟ الفا اكس زائد كي. ايه هي الكي؟ جرب. هجرب الاثنين الاول. هنجرب الاثنين. جربت الاثنين. هنجرب مثلا الواحد. هنجرب الواحد. 1 على 24. دوست يمين. دوست يمين. هكتب ايه يا شباب؟ هكتب الرقم اللي هو الصغير رقم 1. ثم فوق هكتب فوق. دوست ايكوال. الاجابه طلعت 3 على 4. يبقى غلط. هروح رايح ماشي ماشي ماشي. هشيل الكي اللي هي 1 دي هخليها 2. دوست ايكوال. طلعت رقم برضو غلط. رحت ماشي 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 خليتها 3. دوست ايكوال. طلعت 1. يبقى الاجابه 3. طب مستر نفس السؤال بس بص هعمله لك ازاي. هو قال لي خلاص ان الكده ب3. سؤال تاني سؤال تاني. وقال لك فايند لما الاكس تبقى متواجده مثلا الاكس مثلا اكبر من 2 مثلا. ده سؤال تاني سؤال تاني. فماشي. فانا عايز احله. قال لي حضرتك لازم احل. فانا هفكر شويه. انا عندي الاكس من 1 لحد 4. من 1 لحد 4 انا عايز اكبر من 2. يبقى من اول 2 لحد الاربعه. صح صح. فهدوس على الزرار ده اهو. دوسنا على الزرار ده عادي جدا. قال لك اكتب المعادله زي ما هي. يبقى هكتب المعادله 2 اكس زائد 3. خلاص هو جيفن اداني ان الكيب 3 على 24. تحت هكتب الصغير اللي هو 2. فوق هكتب الرقم الكبير اللي هو 4. دوسنا ايكوال. طلع لي الاجابه دي 3 على الاربعه. ده سؤال تاني ده سؤال تاني جديد عشان ما ما تلخبطش. طيب دخلنا على شابتر 5. شابتر 5 باذنك يا رب كله يتحل بالاله الحاسبه. بس احفظ الكام حاجه اللي هقولها لك دلوقتي. بص يا ريس، حضرتك انا بتعامل مع زد. فلو لقيت اكس بعمل اكس ماينس ميو على ستاندرد. مستر دي حفظ في المفاهيم ما تقلقش. يبقى اتعامل مع زد. لو لقيت اكس بعمل ماينس ميو على ستاندرد. متفقين؟ متفقين. اهو ماينس ميو على ستاندرد. ماشي ماشي. جميل جميل. لو لقيت الزد في جنبها زيرو، في من زيرو لحد رقم، من زيرو لحد 2 وهكذا وهكذا، بدوس على زرار الكيو. احفظ بس معلش الحاجات دي. طيب لقيت الزد اكبر من الرقم. لقيت زد اكبر من 3 اكبر من 2. المهم انها اكبر. بق السمكه باصص عليها. بق السمكه باصص عليها. تبقى ايه؟ تبقى ار. طب لقيت الزد اصغر من الرقم يبقى بي. تاني
اكبر ار اصغر بي، اكبر ار اصغر بي. طب لقيت صفر يبقى كيو. طيب لقيت يا مستر الباقي بقى كيو، خلي بالك ازاي انت كله الباقي كيو، هقول لك ازاي. لقيت رقم نيجاتيف 2 مثلا، وهنا الزد اهو، وهنا مثلا 3. لقيت 2 مثلا، وادي الزد مثلا، وادي 3. لقيت علامه الابسوليوت واكبر من 3، الباقي ده كيو، هقول لك ازاي. هتدوس على كيو نيجاتيف 2، كيو على 3، دي ودي بوزيتيف ونيجاتيف يبقى بلس، عكس بعض بلس، شبه بعض ماينس، برضو كيو وكيو. مستر طب ايه الابسوليوت دي؟ دي 2 تايمز الكيو. لا يا مستر حل لي عشان انت لخبطتني. تعالى يا معلم نحل. تعالى يا معلم كده اكتبوا عندك معلش. كله كيو الا الاكبر ار اصغر بي، ده كيو لو لقيت الصفر. لو لقيت رقمين فكيو وكيو عكس بعض بلس، شبه بعض ماينس. لقيت الابسوليوت يبقى 2 في الجدول اللي هو 2 في الكيو. ماشي ماشي. تعال نشوف الكلام ده بيقول ايه. حضرتك بقى تخش على الكلام ده ازاي اصلا. هعمل لك مثال بعد كده اكتبه لك. طيب ده اكس يا مستر، فيبقى اولا كده هخليها زد، فانا هروح ايه؟ هروح ماسح الاكس واخليها زد، يبقى دي زد كده هي نفس المنظر. قال لك اكتب هو بالظبط، بس انت لازم بتعمل ايه سيادتك؟ لازم ماينس ميو واقسم على ستاندرد، فالميو تروح مع الميو، ستاندرد مع ستاندرد، يبقى الزد اصغر من 1.2. صح الكلام؟ صح الكلام. تعالى بقى على الآلة. بسم الله الرحمن الرحيم. احفظ يا معلم انا بعمل ايه. اكتب ورايا والآلة معاك عشان ما تلخبطش. مود ستات هي 1 اي سي، يبقى مود ستات 1 اي سي، مود ستات 1 اي سي. تمام. شيفت 1 5. اوه بي وار وكيو، الدنيا حلوه. هي دي ايه دي؟ اصغر، يبقى بي، دوست على بي. اصغر من كام؟ 1.2، دوست 1.2. دوس ايكوال يا عم وادعي لي، دوس ايكوال وادعي لي. طلعت بكام؟ 0.8249. شكرا. تاني عايز بقى ايه كده؟ خد سكرين شوت لدي، خدنا سكرين شوت لدي. تعال اخش البتاعه دي ازاي؟ اهو سؤال اهو. بدوس حاجه اسمها، هكتبها لك اهو، مود ستات 1 ثم اي سي. عايز دوس بقى شيفت 1 ثم بدوس 5، حاجه اسمها ديست، ثم بدوس. شوف بقى انا عايز البي، عايز الكيو، عايز الار، انت حر بقى يا ريس. ماشي. تعال نحل دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. دوس. ايه ده؟ طلعت خالص براها. مود 1 قال لحضرتك زد اصغر، مش عارف، ماشي زد زد ماشي. مود ستات 1 اي سي. حلو حلو. شيفت 1 5. هي دي ايه دي؟ اصغر، يعني رقم واحد اللي هي بي. اكتب بقى ريس زي ما هي مكتوب، زي ما هي مكتوب، يبقى نيجاتيف 0.84. دوس ايكوال وادعي لي، يلا ادعي لي، ادعي لي. 0. تيك. دعيت لي؟ شكرا يا عم، وانا قبلت الدعوه، يعني انا مبسوط يعني بالدعوه يعني. طيب هنا يا مستر اعمل ايه؟ بص بقى، عايز تحلها بما يرضي الله هتقعد فيها 10 دقائق وان شاء الله تحلها صح او تحلها غلط، بس احنا بننجز حالنا في الامتحان. مجهول، جرب. مجهول ايه؟ جرب. اجرب يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. حضرتك مود ستات 1 اي سي، صح صح اهو، طلعت منها اهو. مود ستات 1 اي سي، مود ستات 1 اي سي. حظنا ان الاسئله كلها اصغر يا جدعان، حظنا، بس ان شاء الله في اللي جاي يعني في حاجات تانيه. هعمل ايه؟ شيفت 1 5، هي دي اصغر يعني بي. بص بقى يا ريس، انا كده مش عارفه، مجهول، فلازم اجرب ولازم يطلع لي الاجابه زي ما هو مداني. فاجرب اول اختيار 0.56، 0.56 وادوس ايه؟ طلع لي 0.71. هل الاجابه دي؟ هي غلط. فهعمل ايه؟ هروح راجع كده، تيك 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 تيك، نيجاتيف 0.56. دوست ايكوال، طلع لي 0.2724. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي يا رجاله. بص هي خلاص يا معلم، يبقى دي الاجابه الصح. ايه ده؟ خلاص. طب لو عايز احلها بقى، هتروح عامل لي زد اصغر من الكي يساوي 0.2877. هي دي اصغر من النص ولا اكبر من النص؟ اصغر من النص، يعني هاف ماينس حاجه مش عارفها يديني الكلام ده، هيطلع لي رقم، اخش الجدول وايه وربنا معانا. اللي بعده اهو اخيرا لقينا حاجه بقى مختلفه عن البي. بص يا معلم، قال لحضرتك زد
وعليها دي كده، فانت عارف ان هي 2 تايمز الكيو. انت كله عندك كيو الا الاكبر بس بار، الا الاصغر بس بايه؟ ببي، انما اي حاجه ثانيه كيو. العصايتين دول يعني 2 في الكيو. طيب تعال، هروح رايح زي الشاطر. تعال بص بعدها لك اهو، مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. هدوس على الكيو، الكيو اهي رقم 2، هعمل 1.53. صح دوست ايكو. اوعى بقى تنسى في عصايتين 2 في الكيو، يعني شايف ده كده تايمز 2 ايكوال. شكرا، طلعت بكام؟ 0.8 47. خلصت. طب ده لو عايز احلها بما يرضي الله، هتخش الجدول وتعمل تايمز 2. انت بقى حر، عايز تخش الجدول تمام، مش عايز انت حر، بس انا ما احبش اخش الجدول. تعالى بقى على ده، السؤال ده لازم هيجي لك، خلي بالك منه. اكس لازم تبقى زد، يبقى زد تبقى عامله ازاي؟ 33 ماينس ميو على الستاندرد، ادالك الميو ب 50. ده اللي هو السؤال بتاع القلب 0.0446. حضرتك لو عايز تحله عادي هتحله مش اقل من 10 دقائق، وان شاء الله يعني يا رب تحله صح. اللي هو ايه؟ بثبت دي زي ما هي وبروح اعمل دي هاف ماينس زي الشباب المحترمه، هاف ماينس يساوي الرقم ده. هجيب الرقم اللي جوه، جبت الرقم اللي جوه دورت عليه في الجدول، جبت الناتج، عملت شيفت سولف من ده وده، وربنا معاك، وان شاء الله يعني ايه تبقى توصل الاجابه. ولما توصل يبقى يعني ايه ربنا يستر، يعني تبقى صح. انا بحلها ازاي؟ بص حضرتك، بحلها كالاتي. باجي على جنب كده واروح مجرب الاختيارات. اجرب الاختيارات ازاي؟ هقول لك، مش ده مجهول يا جدعان؟ مجهول يعني جرب الاختيارات على طول. تعال، اول حاجه هقول ان ده 33 ماينس 50 على، اجرب اول اختيار اللي هو 10. جرب اول اختيار اللي هو 10. تعال نجرب مثلا 20، يعني بخاف ان يكون اول اختيار صح فايه ما وصلكش المعلومه. تعال عند 20. تعال 33 ماينس 50 اوفر 20. هجيب الكالكوليتر زي الشاطر كده. هعمل ايه؟ 33 ماينس 50 اوفر كام؟ 20. طلعت لي بكام؟ بنيجاتيف 0.85. نيجاتيف 0.85. يعني زد اصغر من نيجاتيف 0.85. ماشي. رحت رايح مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. اصغر يعني يا رجاله يعني بي. هعمل نيجاتيف 0.85 دوس ايكوال 0.19. لا غلط غلط. طب اعمل ايه بقى؟ خلاص دي غلط كده. هروح اجرب ال10 بقى، يعني هروح اجرب الايه؟ ال10 اهو 10. طلعت لي بكام لما اجرب ال10؟ تعال نشوف اهو. 33 minus 50 divided 10 تطلع لي نيجاتيف 1.7. تمام، يبقى ده كده طلع لي ايه؟ نيجاتيف 1.7. لما جربت ال10 طلع لي نيجاتيف 1.7 اهو. يبقى الزد اصغر من نيجاتيف 1.7، يبقى بي نيجاتيف 1.7 اهو. شيفت 1. بص يا معلم، يلا مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. اصغر يعني بي نيجاتيف 1.7. بسم الله 0.4. الحمد لله، يبقى الاجابه ايه؟ 10. خلصت بالتجربه. طب عايز احلها؟ ربنا معاك بقى، ربنا معاك. انت بتخش الجدول مره وتدور في ملكوت الله كده في الصفحه كامله كلها، وتطلع وتشوف هي نيجاتيف ولا بوزيتيف وتعيش. السؤال ده لازم هيجي لك، ركز معايا. قال لحضرتك الايرور قانونه ايرور يساوي ستاندرد على روت الان تايمز 1.96. ماشي. حضرتك تعالى بقى نعوض نشوف ايه معانا ايه مش معانا. الايرور ده معاك ب 2.548. الستاندرد معايا ايوه يا مستر ب 15.6 على روت الايه؟ روت الان مش معايا تايمز 1.96. يلا بينا نحل اهو. الايرور 2.548 علامه الايكو فراكشن 15.6 على روت. بالله عليك افتكر روت اكسايه، ما هو المجهول يعني اكسايه تايمز 1.96. يلا اوعى تدوس ايكوال بقى، اوعى. شيفت كالك ايكوال طلع لي 144. حبيب قلبي سؤال مضمون في الامتحان باذن الله. واحد تاني يلا يا رجاله، واحد تاني بس على ده شابتر ايه؟ 5 الحته اللي قبلها يعني. اكس اكبر 180. اخيرا اكبر اهو، اخيرا
طيب يبقى زد اكبر من 180 ماينس الميو. فين الميو؟ مش معايا، على الستاندرد اللي هو ب 10. كل ده يطلع لي 0.1587. حضرتك هعمل ايه؟ هجيب كده على جنب واقعد اجرب. مجهول، جرب. الميو قال لي ممكن 160، ف 180 ناقص 160 على 10 يعني 2. يعني زد اكبر من 2. تعال، زد اكبر من 2 يبقى ايه تاني؟ مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5 اكبر، يعني ار. اخيرا هو وصلنا الار. 2 يساوي 0.0. لا غلط، مش نفس الاجابه، يبقى خلاص غلط. هشيل الايه؟ ال 160 دي واخليها 180. يبقى 180، سوري مش 180، 170. يبقى 180 ماينس 170 اوفر 10 يطلع لي 1. يعني زد اكبر من 1. زد اكبر من 1. زد اكبر من 1. طبعا انت عملت بقى خلاص مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5 اكبر، يعني ار اكبر من كام؟ من 1. دوسنا الايكوال طلع لي 0.158. اوبا. يبقى الاجابه 170 فعلا. الاجابه 170 فعلا. حبيب قلبي، كده انت حضرتك خلصت ايه؟ خلصت الفيديو بتاعك. كده طالب اللغات حضرتك خلصت الفيديو. تعمل ايه يا ريس؟ تستناني. الكلام ده لازم تحله تاني، وانت بتحله لازم تكون الكالكوليتر معاك، الورقه والقلم معاك، وايه، وما تنساش حاجه من الحاجات اللي احنا كنا عاملين نقولها. اشوفك بكره طالب اللغات بقى في اللايف ان شاء الله الساعه 5 6. هنبعت لك على التشانل كده. طالب بقى العربي تعالى، اهلا وسهلا. حبايب قلبي طلاب العربي، اول لقاء بينا ان شاء الله هيبقى النهارده وبكره. النهارده كده انا جاي اساعدك في حاجه بسيطه قوي، وهي موضوع الكالكوليتر، موضوع الاله الحاسبه. فخليك كده مركز معايا، وخليك كده يعني انا بساعدك والله، جاي اساعدك. فان شاء الله النهارده وبكره باذن الله هساعدك عشان امتحان يوم الخميس. اول حاجه حابب اقولها لك ان دي الاله الحاسبه اللي احنا بنتعامل بيها. الاله الحاسبه طمن على ايه؟ طمن في كلمه اسمها سولف. في كلمه اسمها سولف. طبعا انت اصلا اوريدي انت امتحنت انجليزي، فانت فايق معايا في الانجليزي، فبالله عليك تركز معايا. كلمه سولف لازم تكون موجوده. كالك لازم تكون موجود. المود لما ادوس على مود لازم الاقي ستات. ماشي يا مستر؟ تمام. لازم طبعا الاكس تبقى معايا. يبقى الاكس اللي هي الفا اكس لما عاوز اكتبها، وشيفت سولف موجوده بالذهبي لازم تكون معاك. لو مش موجوده يبقى انت الاله دي مش هتعرف تستخدمها. ومود بلاقي كلمه ستات موجود. طب الحمد لله. ايه بقى تاني يا مستر عايز تقوله لي؟ عايز اعلمك حاجه بسيطه قوي ان شاء الله تكون عارفها. حاجه بسيطه قوي. 2 س ناقص 8 يساوي 10. مستر عايز اجيب السين. حبيب قلبي ما اودي ال 8 الناحيه الثانيه بالزائد واعمل اقسم على 2 ولا اعمل ديفايد. الاله الحاسبه بقى تحلها لي ازاي؟ انا جاي اعلمك بسيط، انت كده ان شاء الله تبقى عارفها. قال لك ايه؟ 2 اي مجهول عندي هو اكس الفا اكس ناقص 8 يساوي. اعمل علامه اليساوي ازاي؟ بدوس الفا كالك اعمل علامه اليساوي. يساوي كام؟ 10. اوعى تدوس ايكوال، غلط، ماس ايرور، مش هتحل. امال اعمل ايه؟ ارجع واحده وادوس بقى. بص شيفت كالك، دوس ايكوال يا معلم. طلعت بتسعه فعلا. السين طلعت بتسعه. طب حضرتك لو عندك 4 اختيارات، ممكن اجرب الاربع اختيارات واللي يطلع لي 10 اجرب الاختيارات ايه؟ مكان السين، واللي يطلع لي الاجابه ب 10 يبقى هو ده الصح. ماشي. تعالى يا حبيب قلبي بقى نشوف بقى الكلام ده كله. قال لحضرتك ايه؟ قال لك معاك قيمه متوقعه عند س ب5، عايز الايه؟ الصاد وقتها. فانت بتعمل ايه؟ هو قال لك ان هي 8 ناقص 2 من 10 س لما الس تبقى ب5. مستر السؤال ده بيجي لي في الامتحان ولا ايه؟ يا عم هيجي لك، هتلاقيه بعد بكره باذنك يا رب. فهكتب يا رجاله، هكتب 8 اهو ناقص 2 من 10 س، يبقى 2 من 10 س اللي هي هو قال انها ب5، يبقى هشيل السين واحط 5، اعمل تايمز اللي هو ضرب يعني في 5. دوس يا معلم ايكوال، طلعت لي ب7، يبقى الاجابه 7. ايه ده؟ بس كده بسيطه. تعالى يا معلم للي بعده. قال لحضرتك حلو السؤال ده، لما تلاقيه بعد بكره افتكرني. قال لك انا عايز الميم مجهول يعني اللي لسه كنا عاملينها من شويه، اللي هي ايه؟ ايوه الشيفت سولف او الشيفت كالك. طبعا انت لو كتبت الميم دي جنب السين فاللي هي ب، بس طبعا انت قانون الب في حاجات مش معاك فانت هتتلخبط. فنفس الدفعه بتاعت السنه اللي فاتت اتلخبطت فيها، فبتكتب لي قانون الالف اللي هو ايه؟ مجموع الصاد ماينس الب، ايوه اللي هي ناقص يعني مجموع السين على نون. ماشي.
حضرتك عايز اعوض، تعوض ازاي يا مستر؟ الالف بكام؟ الالف اهي 7/10 يساوي مجموع الصاد بكام؟ فين مجموع الصاد؟ الصاد اهو ب100 ناقص الب مش معايا ميم مجموع السين ب120 على نون، النون بكام؟ ب40. يلا بينا الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة. تعالى كده هاتها لي كده في النص عشان نشوف الأرقام. حضرتك 7/10 يلا بينا. يساوي اللي هي اللي فوق مش اللي تحت، خلي بالك اللي فوق مش اللي تحت. يلا بينا نعمل الايه؟ اللي فوق واللي تحت، البسط والمقام. هكتب فوق 100 ناقص حاجه مش عارفها اللي هي س اللي هي اكس في ضرب يعني الايه؟ ال120 على النون اللي هو 40. اوعى تدوس ايكوال. امال اعمل ايه يا مستر؟ شيفت كالك او شيفت سولف، دوس بقى يساوي، تطلع 6/10 يا حبيب قلبي. الب اللي هي اللي لازق في السين 6/10. تعالى على اللي بعده. حبيبي ايه ده بقى يا ريس؟ ده يا لذيذ انت يا جميل. قال لك انا عايز اجيب الميم. انت عارف ان الميم مجموع كل ده بواحد، يعني ميم زائد 2 ميم زائد 1/3 زائد 5 ميم كل ده بواحد. طب انا عايز اجيب الميم. مستر ما سهله يا عم، سهله قوي. ازاي سهله يا مستر؟ تعالى يا عم اوريك بس. هتقول الميم اللي هي مجهول يعني اكس زائد 2 اكس زائد 1/3 زائد 5 اكس كل ده يساوي 1. كل ده بالله عليك ما تنسى ان هو يساوي 1، يساوي رقم يا جدعان. يبقى شيفت كالك دوس ايكوال، طلع لي الرقم الكبير ده. اعمله ازاي؟ بدوس اس دي ما بيجيليش بسط ومقام، ما اعمل ايه؟ دوس انسر يساوي. اوه يا ابن اللعيبه يا مستر، يا ابن اللعيبه، طلع 1/12 يعني الميم ب1/12. اي ميم عندي هتشيلها وتحط 1/12. يبقى هنا 2 في 1/12 يعني 2/12، 1/3 زي ما هي 5/12. حلو الكلام ده؟ حلو يا مستر الكلام ده. تعالى عايز اجيب الكاف. الكاف يبقى لازم يكون مدي لك الايه؟ التوقع اللي هو الميو، رمزه ميو. ماشي التوقع ده ايه دنيته؟ ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده عشان اجيب الكاف. طب تعالى هتقول لي ايه؟ هتقول لي صفر في اي حاجه بصفر. 2 في 2/12 زائد كاف في 1/3 زائد 4 في 5/12 كل ده يساوي كام؟ التوقع الميو اللي هو ب3. طيب تعالى نعمل شيفت كالك، يلا بينا. 2 في 2/12 زائد كاف اللي هي مش عارفها، ايوه مجهول، في 1/3 زائد 4 في 5/12. طبعا انت المشكله انت بتبقى في اللجنه سرحان بتدوس يساوي، طلع لك رقم. يا حبيب قلبي انت في مجهول اصلا، يعني لازم تساويه برقم. لازم اعمل الفا كالك اساوي، اعمل يساوي كام؟ 3. دوس بقى معلم شيفت كالك، دوس كده ايكوال، طلع لي ب3. ايه هو اللي ب3؟ الكاف ب3. كده جبت الكاف ب3، جبت الكاف ب3. طب هو عايز ايه اصلا؟ عايز الميم في الكاف. الميم 1/12 والكاف 3. الكاف 3 يطلع لي انهي اجابه بقى دي؟ 3/12 اللي هي بربع. ماشي يا معلم؟ ماشي يا ريس. اللي بعده حلو، يلا بينا. اول ما تلاقي دي يبقى الزرار ده زرار التكامل. اول ما تلاقي دي يبقى ايه؟ يبقى زرار التكامل. دوس على زرار التكامل يلا. بيطلع لك ايه؟ هقول لك يطلع لك ايه بس عشان يبقى قدامنا. زرار التكامل اهو، تك 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 تك، طلع لي 3 مربعات كده. المربع اللي انت شايفه ده بكتب فيه المعادله. المربع اللي تحت الرقم الصغير، المربع اللي فوق الرقم الكبير. ماشي. انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي المعادله زي ما انت شايف اهي، 1/50 17 ماينس او ناقص 2 س. تعالى بس نكتبها زي ما هي مكتوبه عشان بس خلي بالك ده مش مجهوله فتمام. قال لحضرتك ايه؟ ركز بس معايا قبل ما نكتبها. حضرتك اهو يلا بينا. 1/50 17 ناقص 2 س. معادله زي ما هي هكتبها. حلو قوي. قال لك ان انت معاك من 1 ل6، انا عايز من 2 ل5، 2 ل5 من 1 ل6 انا عايز من 2 ل5. فتمام يا عم،
يلا يلا ربنا يجبرك، الاثنين تحت الخمسه فوق، فهعمل دي اهو. تعال قال لحضرتك ايه؟ دوست هنا بكتب المعادله اللي هي العاديه خالص اللي هي 1 على 50. المعادله هي يا جدعان شايفينها؟ شايفينها. افتح قوس زي ما هو عامل بالظبط 17 ناقص 2 س. اقفل القوس، تحت هكتب الرقم الصغير اللي هو 2، فوق هكتب الرقم الايه الكبير اللي هو 5. دوس يساوي، تطلع 3 على 5 اللي هي 6 من 10، اللي هي 6 من 10. ماشي ماشي. جايلك في الامتحان؟ جايه لك، بس دي جايه اكيد، دي جايه اكيد. مستر اول ما تلاقي كاف يعني مجهول، جرب الاختيارات. جرب الايه؟ الاختيارات. اشمعنى يعني؟ هقول لك دلوقتي. هدوس على الزرار ده عادي جدا. قال لك ان البتاع عندي 2 كاف، تحت هكتب 2 فوق هكتب 4 اهو، 2 تحت و4 والاثنين كاف اهو. ماشي. يعني اجرب الاختيارات يا ريس. اسمع الكلام ده، جرب الاختيارات. هجرب الكاف واللي يطلع لي واحد هو ده الصح. مش فاهم؟ تعالى اقول لك. هدوس على البتاعه دي اهو. يعني تعالى هجرب اول اختيار اللي هو واحد. هو عندي اول اختيار واحد اللي هو الف، هناك واحد اهو. دوست على علامه التكامل، قال لك 2 كاف، يبقى 2 كاف اللي هي ايه؟ هجرب بقى، هجرب واحد. تحت هكتب 2 فوق هكتب 4. دوست يساوي، طلعت بواحد يبقى هي دي الصح، ما طلعتش بواحد يبقى غلط. هشيل الواحد واخليها ب اللي هي 2، طلعت ب8 ده غلط خالص. هشيل دي واحط نص، طلعت ب2 غلط خالص. هحط ربع، طلعت بواحد، يبقى الاجابه ربع اللي هي 1. سهله سهله. طب عايز احلها، هتعمل بقى نص، قوس كبير، قوس صغير، زائد ناقص التعويض مش التعويض، وزي ما انت بقى ايه مذاكرها، بس قصه كبيره موال كبير. تعالى على اللي بعده. قال لك تعالى بقى الحاجات المتوسط والانحراف المعياري والحاجات الحلوه دي. حضرتك لازم تبقى عارف بقى الكلام اللي انا هكتبه لك دلوقتي ده. لو قال لك الصاد وفي علامه الصفر، انت شايف الصفر بعينيك، شايف الصفر بعينيك، فبدوس على زرار الكيو. احفظ بس الكلام ده معلش. لو الصاد اكبر يبقى دوس على الزرار الار، الصاد اصغر يبقى بي. ماشي ماشي. طب الصاد ما بين رقمين، مثلا -3 و2 مثلا، مثلا -2 مثلا و3. حضرتك لو الرقمين دول عكس بعض يبقى ده كيو وكيو وزائد. لو شبه بعض يعني 2 و3 مثلا يبقى ايه؟ يبقى كيو كيو وناقص. ماشي ماشي. طيب تعالى يا عم نشوف الكلام ده، وفي واحده واحنا هنحلها نشوف. طيب هل انت السين بتتعامل معاها؟ لا، بتعامل مع الصاد. الصاد يبقى هكتب عادي جدا كل حاجه، بس انت لما تحولها من س لصاد بماينس متوسط اللي هو الميو يعني، واقسم على الانحراف. هشيل متوسط مع متوسط، ميو مع ميو، انحراف مع انحراف، يتبقى لي 1.2 اللي هي يعني الانحراف ده اللي هو اسمه سيجما، يعني معرفش بيتقال لك ولا لا، ده هو الستاندرد. طيب يبقى الصاد ماله؟ اصغر من 1.2. قلت لك اصغر يعني ايه؟ اصغر يعني بي. طيب تعالى بقى احفظ معايا اللي انت هتكتبه. بص يا ريس، احفظ. مود استات بالانجليزي يعني يحصل 1 اي سي، يبقى مود استات 1 اي سي، مود استات 1 اي سي. شيفت 1 5، شيفت 1 5 يبقى مود استات 1 اي سي، شيفت 1 5. اكتب. هو انا هنا ايه؟ اصغر يعني بي، فين البي؟ رقم 1 اهو. اعمل 1.2، عملت 1.2. الله، 88 و4 9. يا سلام على الاجابه. خلصت يا مستر، خلصت يا استاذي، خلصت في ثانيه الا ثانيه. لا ده انا عايز واحده كمان. تعالى يا معلم، تعالى واحده كمان اهي. تعالى بس على واحده اسهل شويه. دي برضو تعالى هنا الاول، تعالى هنا ان شاء الله بس الاجابات تبقى صح عشان تفهم الاسترشاد. قال لحضرتك صاد برضو ايه؟ اصغر من -1 1. ماشي ماشي. فحضرتك هعمل ايه؟ اصغر يعني بي اهو. احفظ يا مستر، فين راحت فين؟ هناك اهي. يلا احفظ. ها، مود ستات 1 اي سي، شيفت 1 5.
اصغر يعني بي. سالب 1 و1 يا رب تطلع الاجابه. طلعت الاجابه، طلعت الاجابه اهي. 13 5 7. 13 5 7. يا سلام على الحلاوه. انت كنت فين من بدري يا مستر؟ تعالى هنا يلا بينا، يلا بينا. 1 وايه و6. 1 و6. حضرتك شايف بقى، همسك القلم الاحمر، شايف بقى دي 2 في الكيو. دي 2 في، احفظها، 2 في الكيو علامه العصايتين دول، علامه العصايتين دول 2 في الكيو. طيب ماشي، يبقى هعمل ايه يا مستر؟ ولا اي حاجه يا ريس. مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. 2 في الكيو، فين الكيو؟ اهو رقم 2 اهو. 1 و6 دوس يساوي. هل الاجابه دي الصح؟ لا 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 لا، قال لك 2 فيها بقى، يعني اعمل تايمز 2، اضرب في 2 يبقى 0.8904. 8904 بس كده، بس كده. ايه ده، الدنيا جميله قوي يا مستر اهي. تعالى بقى نطلع فوق ولا لسه في حاجات تحت؟ تعالى يا عم نخلص من دي اهو. حلو السؤال ده، جه السنه اللي فاتت. س اصغر من ميو لازم تبقى صاد اصغر من ميو. بعمل ايه؟ الميو دي اللي هي المتوسط، ماينس ميو اقسم على انحراف، تك تك، حاجه ماينس نفسها بصفر. يعني انا عايز الصاد اصغر من صفر. الصاد اصغر من صفر بنص، بس انا عايز اجاوبها بالاله. تعالى يا عم، اصغر يعني ايه؟ تعالى، مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. اصغر من يعني بي، صفر يعني صفر، نص فعلا النص. يا حلاوتك يا مستر، والله العظيم كنت فين من بدري. كنت، تعالى بقى نطلع فوق نخلص الحاجات اللي فوق الاول. كنت فين من بدري يا مستر؟ تعال. حلو بقى السؤال ده. السؤال ده لو انت عايز تحله هتحله صح، بس هتطول في حله. بس انا جاي انجزك، انا جاي اول مره تشوفني واشوفك فجاي انجزك. قال لحضرتك السين، تمام يا عم، هنخليها صاد بقى، يلا بينا نخليها صاد ناقص ميو على الايه؟ على الانحراف. فانت عندك الانحراف ب 10. صح صح. الكلام ده كله مجهوله، وانا قلت لك في المجهول جرب، في المجهول جرب. فهتيجي على جنب كده زي الشاطر، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الصاد اصغر من 180 ناقص هجرب 160 الاول على 20 على 10. 180 ناقص 160 على 10 يعني 2، يعني الصاد اصغر من 2. تعال نشوف. طبعا انت عامل الاستات والكلام ده كله، عمال اغنيها لك فالدنيا حلوه. هتدوس بقى شيفت 1 5. البي اصغر يعني بي صح، اصغر ولا دي اكبر؟ لا اكبر. اكبر يعني الرجاله، اكبر يعني اهو. تاني تاني تاني، اكننا ما نعرفش حاجه، اكننا ما نعرفش حاجه. مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. اكبر يعني ار. اكبر من 2 طلع 0. لا غلط غلط، الله، يبقى 160 ده غلط. يبقى هجرب 170. تعالى بالقلم الازرق نجرب 170. هجرب 170. 180 ناقص 170 على 2 على 10 يديني 1، يبقى الصاد اكبر من 1. تعالى يا حبيب قلبي، قال لك الصاد اكبر من 1، رحت شايل الاثنين حطيت 1 طلع لي 0.1586. هوبا، هو ده الكلام. يبقى 170 هي الاجابه الصح. يا سلام سلم، يا سلام سلم، يا سلام سلم. حلو، تعالى بقى على ده. هو عايز نون، قال لك ان الخطا ماله؟ الخطا اداهولي. الخطا انت بقى شوف بترمز له، ايوه. قانونه ايه الخطا؟ قال لك الخطا بكام؟ ب 2 5 4 8 يساوي ايه؟ يساوي، انت عارف ان هو انحراف على جذر النون في 1.96 من 100. عايز اروح ده معاك ايه؟ معاك ايه؟ معاك ايه؟ معايا الانحراف ب 15 و6. 15 و6. عايز من سيادتك النون؟ لا يا حبيب قلبي، ده الموضوع سهل قوي. تعال اهو، كتبت 2 اللي هو الخطا، 2 و5 4 8 يساوي، عملت الفراكشن بتاعي فوق هعمل 15 و6، تحت هعمل جذر النون اللي هو مجهول في 1.96. اعمل شيفت كالك، دوس بقى يساوي، طلع لي 144. يبقى النون فعلا ب 144. يا سلام على الحلاوه. اللي بعد قال لك ايه؟ قال لك انا عايز احسب الخطا. الخطا ده احنا لسه حاسبينه، سهل قوي، ده مش هحسبه، لا احسبه انت. ولا اقول لك تعالى يا عم، اهو اهو يا عم، الشمال بقى ولا يمين مش تفرق، عادي. يلا، يبقى ايه؟ يبقى فوق هعمل 12 و5 من 10 على جذر النون ب 49 في 1
ايه 96 طلع لي 3.5. شكرا بالاله الحاسبه وخلصت. اهو ده عملته، ده عملته، ده عملته. تعالى بقى فاضل لنا خلاص اخر سؤال بالتجربه عشان انت ايه بتحب الكلام ده كله. س اكبر من 68. تمام. يعني ص اكبر من 68 ناقص ميو على ايه؟ على الستاندرد. قال لك الستاندرد ب 6 و4. صح الكلام ده؟ صح الكلام ده. هجرب الايه؟ الميو. فانت تيجي على جنب كده تقول لي 68 ناقص، هجرب اول حاجه ال 20 دي على كام؟ على 6 و4. شوف تطلع بكام دي. تعالى يا معلم نشوف تطلع بكام. 6 8 ماينس 20 على 6 و4 طلعت ب 7 ونص. 7 ونص ماشي. تعالى بقى نشوف انت على كام؟ على 6 و4 ولا 64 دي؟ 68 على 20 دي بعيده قوي، دي بعيده قوي، دي 20 دي صعبه قوي، بعيده خالص. هنجرب 40 على 6 و4 يطلع لي 4 وشويه، بعيد قوي برضه. 40 خلينا ايه 60 بقى دي. 60 60 60 68 ناقص 60 على 6 و4 يطلع لي 1 وايه وربع. تعال على 1 وربع دي كده. يلا تعال نجرب 1 وربع. مود ستات 1 اي سي شيفت 1 5. قال لك اكبر يعني ار 1 وربع بيو. طلع لي يا معلم الاجابه صحيحه اهي 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 اهي. 1 وربع يبقى الاجابه 60 فعلا. مستر هو انت ليه لما طلع لك 7 ونص طلعت غلط؟ حبيب قلبي انت الصاد اصلا في الجدول لو هتحل يعني بالجدول الصاد اخره 3 و4. 7 ونص ايه اللي انت بتقول عليها؟ وهنا دي طلعت لي اللي كان لما جربت ال 40 طلع لي حاجه برده غريبه. جربت دي طلع بعيده قوي بعيده قوي، فهي 50 يا 60. رحت مجرب 60 طلع لي 1 وايه وربع. حطيت الار طلع لي مظبوط الدنيا. وبكده يا شباب بلدنا نبقى خلصنا. بكره باذن الله مع بعض في اللايف بتاعنا ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير طلاب ثالثه ثانوي الشعب الادبيه. باذن الله اشوفكم بكره في اللايف بتاعنا، سواء حضرتك احصاء او ستاتستكس. ان شاء الله نظبط الدنيا مع بعض. ارجوك حل بايديك. اشوفكم على خير. سلام.